السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله وصفتنا لوبيا خضراء بالدجاج. حطيت كمية محترمة من الزيت، وحطيت كعبتين بصل صغار مخصوصين، وحطيت الملح، توا حطيت مغرفتين طماطم، توا حط فلفل أحمر تابل وكروية بيان سور وشوية كركم. شكشكتهم شوية في الزيت يتقلاو باش تتنحك القروصية متاع الطماطم، وحطيت الدجاج تخليطة صغرونة مع بعضهم. أكيد ميكشتو كان ما تشللش حكة الطماطم. مرقتها وغطيتها خليتها تبكبك تحريكة صغيرونة باش هكا الدجاج يطيب. توا غسلت اللوبيا الخضراء متاعي بالكدا بعد ما نظفتها وقصيتها وحطيتها. وصفة سهلة وسريعة وما تشدلكش وقت. غطيتها وخليتها تتعقلها. توا عملت لها تحريكة صغيرة باش نشوف اللوبيا طابت ولا، ونقصت عليها الغاز باش تقر زيتها. تربنت اللوبيا الخضراء كي تقر زيتها. هي الحقيقة تجيب اللحم، اما حتى بالدجاج تجيب بنينة. وهوني اللوبيا متاعي طابت وقرت زيتها وصوصها قادت. نطفيو عليها الغاز ونغرفو صحين. لهنا كيما تشوفوا اللوبيا متاعي تشهي بنينة فاوحة شره جاي. ان شاء الله تجربوها وصحة وبالشفاء. نخليكم تتمتعوا بالصحين البنين هذا. وكان عجبتكم وصفاتي اعملوا لايك. باي باي.